في 2020 كان من افضل الابلكيشن اللي كانت مستخدمه وقتها كان كلاب هاوس، وده كان بسبب ان هو كان بيعتمد على الغرف الصوتيه اللي كانت مقفوله واللي كان بيجي من خلال دعوات خاصه او دعوات معينه لاشخاص معين. تعالوا بقى نعرف ايه السبب النجاح في الابلكيشن دوت، وتعالى بقى نقول هو ليه الابلكيشن ده اختفى. رقم واحد في نجاحه كان زي ما قلت كده فكره ان هو بيجي من خلال دعوات الافراد او الاشخاص، مش اي حد يقدر يسطب الابلكيشن بتاع كلاب هاوس، مش اي حد كمان يقدر يدخل على كلاب هاوس. رقم اتنين كان فكره ان وجود المشاهير عليه جوه الغرف الصوتيه. تخيل كده ان انت تبقى قاعد بتلاقي مثلا ايلون ماسك قاعد بيتكلم معاك جوه غرفه صوتيه وتقدر كمان تساله ويرد عليك. رقم ثلاثة كان اصلا الناس عندها ملل من المحتوى التقليدي، كانت عايزه محتوى جديد، فبدا يظهر كلاب هاوس في المحتوى الجديد وهي فكره الغرف الصوتيه زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طب يا ترى بقى ليه الابلكيشن ده مره واحده وقع؟ تعالوا بقى نتكلم على الاسباب اللي خلى الابلكيشن ده ينزل لتحت. رقم واحد هو فقد الميزه التنافسيه لان طلع عليه منافسين وقدروا يقلدوا نفس الفكره فما بقاش له قيمه. رقم اتنين ان هو مش عملي. يعني ايه؟ يعني انت مجرد ما بتخلص اللايف اللي انت عملته مع الناس ده مش بيتسجل، فمع الوقت بدات الناس تعرف ان هو حاجه مش عمليه. رقم ثلاثة بدات الناس تلاحظ ان المنصه دي مش بتاد فاليو، بقى في مواضيع متكرره. يعني انا النهارده هطلع اتكلم في التسويق، بكره برضه ممكن اتسال مع ناس جديده بتدخل نفس هو الموضوع بتاع امبارح. والنتيجه ان بعد ما كان الابلكيشن ده بيملك اكتر من 10 مليون نشط شهريا، للاسف الارقام دي انهارت وما بقتش الارقام دي موجوده. ممكن تشاركني رايك في الكومنتس وتقول لي هل كلاب هاوس ممكن يضيف ميزه تنافسيه ويرجع بيها تاني؟ ودي كده كانت حكايه من حكاياتي مع مساواتي.